الحاج يا وشام. فرج الله يا رب، فرج ربنا قريب، فرج ربنا قريب قوي يا اخوات. الله يسعدكم والله يستركم. ان انا هروح اكشف وهدي. اللهم صل على الحبيب النبي. الله يوسع عليكم يا غاليين. كلام الحاجه جد الاعشاب. الله يسعدكم يا النور يا مين احنا معلمين اسم شحاتين، لا ده احنا معلمين، احنا معلمين، احنا معلمين. خير. بصوا، انا ما عنديش مانع ان التيك توك بقى مصدر رزق لناس كتير قوي، واليوتيوب بقى مصدر رزق لناس كتير قوي، وان في دعم بيجي على التيك توك في اللايفات وفي الحاجات دي بالهبل، وان في ناس كتير قوي ربنا فتح عليها بسبب التيك توك. مش هقول ده بقى حلال ولا حرام ولا اي حاجه. انا عندي صفحه على التيك توك بس الحمد لله ما فيهاش مشتركين ولا متابعين ولا حاجه، وما بخشش لايفات ولا الكلام ده خالص، ما بحبوش ولا بحب حد يديني حاجه ولا يعمل لي حاجه. بس بتكلم في ان الناس الداعمين بتوع اللي بيخشوا في لايفات التيك توك يدعموا الناس اللي بتطلع في اللايفات بالالافات وبالملايين، الناس اللي من الدول العربيه، من السعوديه ومن الامارات ومن الدول، والناس اللي ما شاء الله اللي بتخش تدعم الناس في اللايفات. عايزه اقول لكم ان الناس نفسها اللي بيخشوا في اللايفات دي اغلبهم ما بيبقاش محتاج فلوس، صدقوني اغلبهم مش محتاج فلوس. لان انا اكتشفت ان في ناس كتير قوي من الناس اللي بتدخل على اللايفات دي، الناس دي معاها عربيات وساكنه في فيلل وعايشين ما شاء الله عيشه انتوا ما تحلموش بيها والله العظيم. فعايزه اقول موضوع التيك توك واللايفات دي، الناس اللي بتخش تدعم وتبعت اسود وتبعت ورود وتبعت حاجات في اللايفات وكده، في ناس كتير اولى من الناس دي. يعني الفلوس اللي انت بتبعت بيها اسد، والاسد ده معرفش بكام، يعني ب15,000 دولار ولا بكام حاجه كده، واو يعني. طب ما انت بدل ما تعمل كده وتدي حد مش محتاج، طب ما تبعت الفلوس دي لحد بره يكون محتاجها. يا جماعه الناس اللي بتبقى محتاجه بيبقى عندها كرامه وما بتطلبش وما بتقولش انا محتاج. يعني اللي عنده كرامه ومحتاج ما بيجيش يقول انا محتاج اديني. في ناس كتير قوي محتاجه وما بتتكلم وما بتقولش وما بتتكلمش. دوروا على الناس اللي محتاجه. قاعد بتتفرج على لايف على التيك توك وبتتفرج على واحد او تحديات، ناس بتتحدى بعض على اللي يدهن وشه بيض واللي يحط على وشه دقيق واللي يعمل مش عارفه ايه، واي عبط في اي هبل وقله ادب وسفاله والتحدي، وفي الاخر تروح باعت له اسد. الاسد ده طبعا ده الواحد لما بيشوف كلمه اسد دي بيبقوا زي المجانين. يعني الاسد ده ما شاء الله دولارات كتير قوي، حاجات كتير قوي. انت لو دورت هتلاقي ناس كتير قوي مش لاقيه اللقمه تاكلها. تصدقوا بالفلوس دي، انزلوا تصدقوا بيها ودوروا على ناس محتاجه تاخد الفلوس دي. انا بتكلم مع الناس العرب اللي بيخشوا اللايفات ويرموا فلوس في الارض. حرام، اتقوا الله والله العظيم، حرام. هتتحاسبوا على الفلوس اللي بترمي في الارض دي. شوفوا الناس الاولى. يعني واحده امبارح طلعت تعيط على في اللايف، هي وامها وبتاع وبتشحت، وجالها اسد وامها وقعد امها تزغرط وتنطط وبتاع، اخر فضايح وشحاته. ويتضح بعد كده ان دي راكبه عربيه ما شاء الله طولها 6 متر وعندها فيلا، وبرضه بتطلع تشحت من اللايفات فلوس على اساس انها مش لاقيه وكده. فاتقوا الله. والفلوس دي فلوس حرام. انا برضو مش عايزه تدخل في سكه حلال وحرام، انا مش شيخه، بس انا بتكلم من وجهه نظري الشخصيه. في ناس اولى بالفلوس اللي بتترمى على لايفات التيك توك دي عشان حرام. بس كده. ويومكم جميل. وده كلامي، دي حكايتي النهارده اللي انا عايزه اقولها، لان انا دمي محروق بجد. انا بشوف ناس، واحده راكبه عربيه قد كده وطالعه تشحت من التيك توك وبتبعت لها برضو فلوس وبيخش لها داعمين وايه ده يا جماعه؟ لا انا هتشل بجد، مش مصدقه. حسبي الله ونعم الوكيل. سلام، تصبحوا على خير.